الوحى، العجل، الساعة. نهاية أخطر ساحر في مصر. أهلا بيكم في الحكاية مع جهاد. سنة 1988 اتعمل فيلم رعب مصري كان اسمه عدل ينتقم، بطولة عزت العلايلي ورجاء الجداوي وإيمان. الفيلم كان بيتميز إنه مش شبه الأفلام الرعب اللي كانت موجودة في الوقت في مشهد في الفيلم لجلسة تحضير أرواح. مخرج الفيلم ياسين إسماعيل ياسين كان عايز المشهد يبان طبيعي أكتر وحقيقي، عشان كده قرر إن هو يستعين بساحر حقيقي. وقع الاختيار ساعتها على أشهر ساحر في مصر والوطن العربي في الوقت السيد حسين الفلكي. وكان المطلوب منه إن هو يقول تعويذة تبان حقيقية، لكن أكيد هي مش حقيقية تجنبا للأذى. بصراحة السيد الحسين الفلكي نفذ اللي مطلوب منه بالظبط، وحب قايل العزيمة البرهاتية كاملة وبنطقها صحيح. فريق أنيق حريف. واللي ما يعرفش ايه هي العزيمة البرهاتية، فهي تعتبر من أقوى طلاسم السحر الأسود، وتعتبر قسم عظيم لا يعصاه جن ولا عفريت ولا مارد، وبتتسمى بالعهد القديم. بتتقال بطريقة معينة وبسرعة معينة، ومش أي حد بيعرف يقولها. المهم إن وقت ما كان بيقول العزيمة، المصور ابتدى يشوف في الكاميرا خيالات وأطياف لناس عمالين يتجمعوا حوالين السيد الحسين الفلكي. بعد التصوير لقوا مشاهد ممسوحة ولقطات مذبذبة، ولما سأل المصور المخرج مين الناس الغريبة اللي كانت موجودة معانا وقت التصوير، المخرج قال له ما كانش في أي حد غريب موجود معانا. المصور قال له ازاي، أنا شايفهم بعينيا. اتريق عليه وقال له دي أكيد هلوسة من قلة النوم، أو أنت كنت خايف من أجواء التصوير فابتديت تتخيل الحاجات دي. الكارثة هي وقت عرض الفيلم، ناس كتير جالها هياج وقعدوا يصوتوا بمجرد ما سمعوا العزيمة، وناس تانية كانت بتحس ان في ايد بتلمسهم ومش عارفين الايد ايه ومصدرها ايه. وسينما من السينمات اللي كانت بتعرض الفيلم اتحرقت. مين السيد الحسين الفلكي السيد الحسين الفلكي هو واحد من اشطر تلاميذ الساحر عبد الفتاح الطوخي، صاحب معهد الفتوح الفلكي اللي كان بيلقب بوريث ابليس. وكان المعهد بتاعه قصاد الناس بيعلم الطلبة علوم الفلك، لكن في الاستخبص هو معهد لتعليم طلبة السحر والشعوذة. المهم ان السيد الحسين الفلكي كان مشهور جدا، وكل زباينه من المشاهير، سواء فنانين او لاعبين كورة او سياسيين. وكان بيسافر مؤتمرات في كل الدول العربية يتكلم فيها عن السحر وعلوم الفلك. كل ده ولا حاجة جنب طريقة موته. عارف المقولة اللي بتقول انقلب السحر على الساحر؟ دي بالظبط اتحققت في الحسين الفلكي. سنة 2003 جه بلاغ للشرطة من رشا مرات الحسين الفلكي انها دخلت عليه اوضه المكتب، لقيته مرمي على الارض، جسمه مخشب، وشه مزرق، بقه مفتوح، عيونه مبرقه بطريقه مرعبه وباين عليها كل علامات الخوف. وفي روايات بتقول انها لما جت تبص اتجاه نظرة عينه في السقف لقت بقعة زي سودة كبيرة. الغريبة ايه هي الحاجة اللي ممكن تكون مرعبة بالطريقة اللي خلت الحسين الفلكي يبان على وشه كل علامات الرعب رغم ان هو عاش طول حياته يتعامل مع الجن والعفاريت؟ اكتر حاجة غريبة ومرعبة اساسا، الشرطة لما راحت تعين المكان لقت صور لفنانين ولاعبين كورة مكتوب عليها طلاسم. الله اعلم هم اللي مدينهم له عشان يعمل لهم اعمال للنجاح والشهرة، ولا حد من منافسيهم مدين له الصور عشان يأذيهم. لقوا كمان اجندة مكتوب فيها ارقام تليفونات للاعبين كورة وفنانين ومشاهير واثرياء عرب. من ضمن الحاجات الغريبة اللي لقوها كميات كبيرة قوي من اللبن ومناديل ملوثة بدم الحيض. ولان القانون ما بيعترفش بالسحر والشعوذة، اصابع الاتهام كلها اتجهت ناحية رشا مراته، وده لانها الوحيدة اللي كانت موجودة ساعة الوفاة، ولانها كمان اتخانقت معاه كذا مرة قبل ما يموت، وكانت طالبة منه الطلاق وهددها ان هو يأذيها، فقالت له هقتلك قبل ما تأذيني. وكمان الادهى من ده كله ان هي كانت اصغر منه ب40 سنة، عندها 23 سنة بس. المفاجأة الحقيقية لما طلعت نتائج تقارير الطب الشرعي اللي اثبتت ان الحسين الفلكي مش ميت مخنوق ولا مسموم ولا مقتول من الاساس. طب ايه ممكن يكون السبب في موته بالطريقة المرعبة بعض الآراء راحت إن الجن ممكن يكون هو اللي قتله، لأنه في الأيام الأخيرة ابتدى يعمل حاجات معادية للجن. لكن رأيي الشخصي إن الإنسان قبل ما يموت بيترفع عن عين الغشاوة، أو زي ما بيقول الله سبحانه وتعالى
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني بيقدر يشوف الملائكة وملك الموت، وذكر في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فده رأيي، انتم بقى رأيكم ايه؟